هو يعتبر من عباقرة السينما المصرية، ده حتى من كتر عبقريته محدش بيفهم أفلامه لحد دلوقتي. النهاردة ناوية أخدكوا في جولة أعرفكوا فيها على مخرج مثير للجدل برباعيته السينمائية اللي تناولت سيرته الذاتية. هنا عاش يوسف شاهين. مين فينا ما شافش فيلم الأرض أو فيلم باب الحديد، الأفلام الجميلة اللي هي ظلت كتراث قيم في السينما المصرية. مثلا الأفلام اللي تناولت سيرته الذاتية زي اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، واسكندرية نيويورك. يوسف شاهين اتولد سنة 1926 في 25 يناير بالتحديد، وتوفى في 27 يوليو